مساء الخير. ده الريكورد التاني session document similarity checker. للناس اللي ما كانتش حضرت السيشن أو ما لحقتش السيشن، ده ريكورد جديد لنفس السيشن إن شاء الله تفيدكم. الدوكيومنت similarity checker، إيه هو الدوكيومنت similarity checker؟ بيتكلم عن إيه وبستفيد بيه إيه؟ خلينا الأول نشوف الأجندة بتاعتنا عبارة عن إيه. هنcover 2 points: إيه هي document similarity وإيه هي الميثود اللي أنا بقيس بيها document similarity. طيب، إيه هي document similarity؟ document similarity refer to the degree to which two or more documents are similar to each other. يعني إيه؟ يعني أنا لو عندي two documents say مثلا two paragraphs، فأنا باستخدام document similarity checker methods بقدر أقيس بيها قد إيه أو درجة التشابه بين التو paragraphs دول. هل هم identical، هم نفس الباراجراف، ولا هم متشابهين إلى حد كبير، ولا هم أصلا مختلفين جدا بيتكلموا عن حاجات مختلفة، أو بيتكلموا عن نفس الحاجة بس بطريقة مختلفة. طيب، إحنا هنا عرفنا إيه هي document similarity. طيب، أنا بستخدمها في إيه؟ document similarity checking بتستخدم في domains كتيرة أوي زي NLP أو information retrieval. مثلًا يعني أنا لو عندي database عندي فيها paragraphs كتير أوي، لو أنا عندي database مكوّنة من مثلًا مئات أو آلاف الparagraphs، تمام؟ إزاي أنا أكتب query إن هو يرجّع لي الmost relevant paragraph من ال1000 paragraph دول؟ ما هو مش طبيعي مثلًا إن أنا أدوّر في ال1000 paragraph كلّهم، أو إن أنا أقرأ ال1000 paragraph. فأنا هنا باضطر أستعين بmethod من الdocument similarity checking methods اللي هنعرفهم كمان شوية، عشان أرجّع الmost relevant paragraph من الdataset. أوكي؟ ممكن أستخدمها كمان في الtext mining بنفس الmethod اللي إحنا قُلناها، أو بنفس الطريقة اللي إحنا قُلناها. The goal is to quantify the similarity between documents, which can be beneficial for various applications such as document clustering, recommendation system، أو إن أنا مثلًا أكشف الغش أو أحافظ على حقوق الملكية. خلّينا نشوف دي أو نفسّر دي شوية كمان. إيه هي الdocument clustering؟ فلنفترض إن إحنا معانا نفس الdatabase بنفس ال1000 paragraph وليكن. إزاي أستعين بالdocument similarity عشان أرجّع كل شوية paragraphs بيتكلموا عن نفس الحاجة أحطهم في cluster واحد، وهكذا. cluster تاني بيضم مجموعة paragraphs بيتكلموا عن domain تاني، وهكذا. cluster تالت وهكذا. طيب، وإزاي أحافظ على حقوق الملكية باستخدام الdocument similarity مثلًا؟ أو إزاي مثلًا أستخدمها في حاجة زي تصحيح أوراق الامتحانات. طيب، خلّينا ناخد الpoint التانية الأول. لو أنا عندي مثلًا role model أو role answer بتاعة مثلًا سؤال مقالي في الامتحانات مثلًا يعني، أو لو في امتحانات MCQ وtrue false مثلًا وسؤال مقالي. إزاي أعلّم أو إزاي أcreate model إن هو يبدأ إن هو يعلّم الأسئلة المقالي؟ طبعًا الtrue false multiple choices دي سهلة، ما فيش مشكلة، والmodels اللي هي بتعلّمها سهلة أوي أو بتصحّحها. طيب، إزاي أنا أcreate model إن هو يcheck الsimilarity ما بين إجابة الطالب والrole answer؟ ده يعني حاجة أقدر أستخدم فيها الdocument similarity checker. أوكي. طيب، تعالوا مع بعض نشوف إيه الmethods اللي أنا باستخدمها عشان أقيس الdocument similarity. رقم 1 الJaccard similarity. الJaccard similarity عبارة كده عن formula، وهي الsize بتاعة الset أو الintersection set ما بين set A وset B على الsize بتاع الunion بينهم. يعني إيه؟
خلّينا نشوف الأول Jacquard similarity calculate similarity between two sets by measuring sets. خلّينا متفقين وخلّينا مركّزين على كلمة sets by measuring the size of their intersection divided by their union. أوكي؟ طيب تعالَ الأول نشوف إزاي الJacquard بيتعمل وبعد كده أو إزاي بتتحسب sorry وبعد كده نشوف advantages and disadvantages of it. أوكي. فلنفترض أنا عندي document A عبارة عن جملة، ممكن تبقى أكتر عادي، بس يعني إيه تبسيطًا للشرح خلّينا ناخدها جملة، وdocument B عبارة برضه عن جملة. لو بصينا إحنا semantically الجملتين يعني متشابهين في الشكل جدًا، ولكن مختلفين في المعنى، تمام؟ بس الJacquard ما بتعتمدش حاجة من دي. تعالَ نشوف الJacquard بتشتغل إزاي. طيب، تعالَ نقسّم كده الdocument الأولى لكلمات، فهيطلع عندي set بالشكل ده، the وcat وN وhat. ليه ما فيش the هنا؟ لإن إحنا قُلنا بنحطها في set والset بتضرب الduplicates. أوكي؟ طيب تعالَ ناخد document B وبرضه نحط الجملة دي عبارة عن items كده a وcat وis وon وthe وmat. أوكي؟ الsize هنا 4 الsize هنا 6. الJacquard بقى الJacquard similarity هتجيب ال الintersection بينهم في كام كلمة هنا، يعني هنا the متكررة هنا وهنا، أوكي، وcat كمان متكررة هنا وهنا، تمام. يبقى الintersection set عبارة عن the وcat دي الintersection. طيب الunion عبارة عنهم كلّهم عبارة عن الitems اللي هنا والitems اللي هنا مع إن أنا بremove الduplicates. أوكي؟ فيبقى عندي the وa وcat وN وon وis وhat وmat 8 items. طيب الJacquard similarity بتاخد الsize اللي هي بتاعة الintersection set اللي هي 2 على الsize بتاع الunion set اللي هي 8 واللي بتساوي ربع. دي قيمة الJacquard similarity ما بين ال2 documents دول. طيب حلو أوي. تعالوا كده مع بعض نشوف الadvantages بتاعة الJacquard. طبعًا simple مش محتاجة حاجة. effective for comparing sets of items such as words and documents. يعني هي بتبقى effective لمّا آجي أقارن مجموعة من الitems أو مثلًا جزء من paragraph مع جزء تاني جوّه الparagraph، تمام. good for document length لإنها بتتعامل مع size بتتعامل مع integers. أوكي، فهي يعني ما بتواجهش صعوبة في الdocuments الكبيرة. أوكي، طيب الdisadvantages بتاعة الJacquard similarity هي بتignore الterm frequency information. يعني أنا لو عندي مثلًا term معيّن أو item معيّنة جوّه الparagraph متكررة بناءً عليها هي مهمة جدًا مثلًا أو تكرارها ده مهم جوّه الparagraph، فهي مش هتاخد بالها لإنها بتتعامل مع size مش بتتعامل مع مجموعة items، تمام. طيب هي مش بتconsider الorder بتاع الterms. يعني مثلًا لو إحنا اتكلمنا عن أمثلة مثلًا من الgenes الجينات البشرية. الجينات البشرية بتتكوّن من قواعد معيّنة أو بترتيب معيّن، هي نفس القواعد، بس الجين بيختلف عن الجين التاني باختلاف ترتيب القواعد دي، أو الأحماض الأمينية أعتقد حاجة كده. آآ باختلاف ترتيب القواعد دي، أوكي؟ طيب لو أنا عايز أقارن مثلًا باعتبار إن الجين ده بيعبّر عن pattern معيّن، أوكي؟ فأنا لو عايز أقارن جين بجين تاني، فأنا أكيد مش هافكّر في الJacquard similarity لإنها مش بتconsider الorder of terms.
اوكي. طيب تمام، حلو قوي. تعالوا مع بعض في الميثود رقم 2 وهي الكوزاين سيميلاريتي. الكوزاين سيميلاريتي هي بتكالكوليت الكوزاين of the angle between two vectors in high dimensional space. اوكي. يعني ايه؟ يعني بافتراض ان الباراجراف الاول انا همثله بفيكتور، ده باراجراف 1 او بي 1، وده الباراجراف الثاني همثله بفيكتور اللي هو بي 2. اوكي. فالكوزاين سيميلاريتي، ودي مثلا الزاويه بينهم سيتا اهي، الكوزاين سيميلاريتي بتبقى عباره عن كوزاين سيتا. اوكي تمام. often used with vector representations like TF-IDF or word embeddings. ودي هنشوفها قدام ايه هي TF-IDF او ال word embeddings بالظبط. بس وليكن يعني خلينا نعرفهم دلوقتي بس keyword عنهم كده، ان TF-IDF عبارة عن vector representation بيعبر عن الباراجراف. تمام. والword embeddings عبارة برضو عن vector representation بيعبر عن باراجراف. يعني ايه vector representation؟ يعني انا بعبر عن الباراجراف دي كلها عبارة كده عن فيكتور بمجموعة من الارقام. تمام كده بتعبر عن الباراجراف. الcosine similarity is described mathematically as the division between the dot product of vectors and the product of Euclidean norms or magnitude. خلينا برضو نشوف الماثيماتيكالي الماثيماتكس بتاعتها، وبعد كده نشوف الادفانتجز اند disadvantages. اوكي. وليكن تي اف اي دي اف فيكتور فور دوكيومنت A كان بالشكل ده، assuming a four term vocabulary، يعني عباره عن الباراجراف كان عباره عن four terms. اوكي. طيب التي اف اي دي اف فيكتور فور دوكيومنت B كان بالشكل ده برضه. طيب الكوزاين سيميلاريتي عبارة عن الدوت برودكت لفيكتور A مع فيكتور B على الماجنتيود بتاع فيكتور A في فيكتور B. فمثلا احنا لو جينا نشوف الدوت برودكت بتاع A أو B فهتكون بالشكل ده اللي هو 0.6 في 0.5 بلس 0.8 في 0.5 بلس 0 في 0.5 بلس 0.8 في 0.5 على الماجنتيود بتاعت كل واحدة في التانية. اوكي. فهتطلع بالشكل ده. تمام. طيب تعالوا نشوف مع بعض الادفانتجز and disadvantages في الكوزاين سيميلاريتي. هي بتكابتشر السيمانتك مينينج ويل، ده بناء على حاجه معينه لانها بتستخدم التي اف اي دي اف فيكتور ريبريزنتيشن او الورد امبيدنجز. ده اللي بيخليها تكابتشر السيمانتك مينينج حلو بين الباراجرافز. يعني لو في باراجرافز بتعبر مثلا عن نفس الحاجه فهو هيعرف ان هي فعلا بتعبر عن نفس الحاجه وان في similarity بينهم في المينينج او في الكونتكست. اوكي. طيب independent of document length، وهي commonly used and well studied، يعني من الميثودز اللي هي فعلا بتستخدم باستمرار هي الكوزاين سيميلاريتي. طيب في disadvantages هي برضو بتignore term order، بتignore الترم اوردر. يعني لو في ترم مقرر كذا مرة أو التكرار بتاع الترم ده بيتل حاجة معينة جوه الباراجراف فهو هيجنور الأوردر ده. طيب هي sensitive to document length if row term frequencies are used. يعني لو الترم ده في حالته الرو فهي فعلا هتكون sensitive في حالة sensitive to document length. اوكي. خلينا مع الميثود الثالثه اللي هي الدايس كوفيشنت، وهي بتشابه جدا الجاكارد سيميلاريتي بس بفورمولا مختلفه او بمعادله مختلفه. بس من الشكل من شكل الفورمولا اكيد هتستشف ان هي بتتعامل مع سايز بتاعت فيكتورز، وبالتالي
هتدروب حتة الsemantic. هي مش هتكابتشر الsemantic جوّه الباراجراف أو مش هتعرف هو بيتكلم عن إيه، أو حتى لو 2 paragraphs بيتكلموا عن نفس الحاجة، فهي مش هتفهم إن هم بيتكلموا عن نفس الحاجة لو هم مستخدمين مصطلحات مختلفة. أوكي؟ طيب الDICE الفورميولا بتاعتها عبارة عن 2 في الintersected set الsize بتاعها، 2 في الsize of الintersected set على size of A plus size of B. أوكي؟ طيب خلّينا نشوف تاني الadvantages والdisadvantages بتاعة الdice coefficient. هي similar to Jacquard بس هي less sensitive to document length. الJacquard ما كانش بيفرق معاها document length شوية، هنا بيفرق معاها شوية الdocument length. طيب الdisadvantages بتshare شوية disadvantages with Jacquard اللي إحنا قُلنا عليها. هي بتignore الterm frequency and order may still be affected by skewed document lengths. أوكي؟ وممكن نزوّد عليها كمان حتّة إن هي مش بتcapture الmeaning. أوكي؟ تمام. طيب تعالوا كده مع بعض نشوف الTF-IDF أو الterm frequency inverse document frequency. هل هي method بتقيس الsimilarity ما بين الdocuments؟ الإجابة لأ. هي دي بتبقى عبارة عن vector representation بيعبّر عن الdocuments. هي represent documents as vectors of term weights. يعني دي أنا أقدر أستخدمها إن أنا أعبّر عن الparagraph باستخدام vector. أوكي؟ وباستخدام الvector ده أقدر أجيب أي method من اللي إحنا قُلناهم سواء الJacquard أو الDICE أو الCosine، أقدر أستخدمها مع الvector ده اللي هو TF-IDF عشان أجيب الsimilarity ما بين 2 paragraphs. طيب الweights are calculated based on term frequency in the document and inverse document frequency across the corpus. وده هنعرف بيتعمل إزاي. طيب الterm frequency هو زي ما إحنا شايفين هنا إن الTF-IDF بيتكوّن من حاجتين، الTF والIDF. إيه هو الTF والIDF؟ الTF اللي هو الterm frequency. It measure how frequently a term appears in a document. It is calculated as the ratio of number of times a term occurs in the document to the total number of terms. يعني الTF هيساوي كام؟ خلّينا كده نتعامل مع أرقام الدنيا تكون سهلة. number of occurrence of a term T، يعني عندي number of term T in document في الdocument كله على total number of terms in document total. يعني أنا مثلًا لو عندي كلمة tree موجودة جوّه document، فأنا هاعِد عدد الكلمات اللي اسمهم tree جوّه الdocument على عدد الكلمات الكلّي اللي هو tree. يعني مثلًا say أنا عندي paragraph مكوّن من 100 كلمة، منهم 3 كلمات sorry 3 كلمات tree، فالTF هيبقى 3 على 100. أوكي. طيب إيه هو الIDF؟ الIDF it measures the importance of a term in the entire corpus. يعني أنا لو عندي corpus فيه أكتر من document مثلًا، فأنا محتاج إن أنا أقيس الimportance بتاع الterm ده في الcorpus ككُل، أو أهمية الterm ده في كل الcorpus. It is calculated as the logarithm of the ratio of the total number of documents in the corpus to the number of documents containing the term. طيب يعني إيه برضه؟ أنا هاجيب total number of documents say مثلًا أنا عندي corpus هنا مكوّن من كذا document هنا كده مثلًا، فأنا هاجيب total number of documents على number of documents containing term. يعني مثلًا إحنا لو جيت قُلت إن أنا عندي مثلًا وليكن 10 documents جوّه الcorpus ده، منهم
3 documents بس فيهم كلمة tree. تمام؟ فالIDF هيبقى عبارة عن total number of documents اللي هو 10 على 3. طيب الTF IDF equal الTF في الIDF. هناخد الرقم اللي إحنا خرجناه من هنا مع الرقم ده نضربهم في بعض. طيب هو ده الTF IDF. طيب إيه الadvantages والdisadvantages بتاعتها؟ هي بتconsider الimportance of terms in a document and the entire corpus. يعني بتشوف قد إيه الterm ده مهم في الdocument والcorpus ككل. وده واضح هنا لما إحنا بنشوف الoccurrence of term جوه الdocument نفسها والdocuments containing الterm ده بالنسبة لباقي الكوربس. فده باين جدا إن هي بتconsider importance of term. Okay. Handle common term effectively by down weighting them. يعني هي بتعرف ان هي تهندل الكومن تيرمز او التيرمز الشائعه في الكوربس عموما وبتبروفايد a dense representation of documents. اوكي بتعبر عن الدوكيومنتس باستخدام dense factors مثلا. طيب الديسادفانتجز هي بتignore برضو السيمانتك relationships between terms. حتى لو جينا نبص في الفورمولاز بتاعتها هنلاقي ان هي بتهتم اكتر بتكرار الترم او الفريكوينسي اوف ترم مش بمعنى الترم نفسه. اوكي طيب not effective with very short documents. اوكي does not capture word order or context. هنا لا بتهتم بالمعنى ولا بتهتم بالترم اوردر. وده واضح لان زي ما قلنا في الفورمولا هي بتهتم بعدد مرات ظهور الترم مش بالاوردر، مش هو جاي في ترتيب كام او الترتيب مختلف ولا لا. اوكي طيب دلوقتي هنتكلم على حاجه اسمها الورد امبيدنجز. الورد امبيدنجز هي فيكتور ريبريزنتيشن برضه. هي بتريبريزنت الوردز او الباراجراف as dense vectors in a continuous vector space. طيب نفس TF IDF ولكن الفيكتور بيكون مختلف. Documents are represented by averaging or combining the vectors of their constituent words. اوكي لو الباراجراف بيبقى عبارة عن words فأنا بكومباين الفيكتورز بتاعت كل كلمة بتكون الباراجراف. طيب تعالوا مع بعض نشوف ايه الادفانتجز والديسادفانتجز. هي بتكابتشر السيمانتك relationships between words و effective in capturing الكونتكست and the word meaning. بتكون فاهمة فعلا الكلام بيتكلم عن ايه. ولو two paragraphs هي هتفهم ان هم بيتكلموا عن نفس الدومين حتى لو هم مستخدمين terms مختلفة. اوكي طيب تعالوا نشوف disadvantages. هي may struggle with rare words or specialized domains. يعني ايه؟ وليكن أنا عندي paragraphs أو two paragraphs بيتكلموا عن مصطلحات طبية. المصطلحات الطبية دي مثلا مستخدمين سوري الباراجرافات أو الدوكيومنتس الطبية دي مستخدمة مصطلحات لاتينية مثلا أو مصطلحات سبيشلايزد قوي أو رير غير شائعة ما بتستخدمش أصلا. فما تستناش من الورد امبيدنجز إن هي تعبر عنهم بطريقة كرييتيف. يعني هي ما عندهاش representation بيعبر عن الفيكتور ده او سوري ما عندهاش representation او vector representation يعبر عن الترم ده. اوكي الdimensionality may be high especially for large vocabulary. طيب يعني reasonable او fair ان هي تكون الdimensionality بتاعتها عالية شوية. training requires large amount of data. عشان اترين على words او terms مختلفة فانا محتاج داتا كتير قوي الwords او terms فيها مستخدمة استخدامات مختلفة عشان اقدر لما اجي اديلها
vector representation تعبّر عنها، تكون دي فعلًا حاجة بتعبّر عنها في مختلف استخداماتها. أوكي. طيب تعالوا مع بعض نشوف حتّة الكود. تعالوا مع بعض هنا نشوف كل method بتشتغل إزاي ككود. أنا هنا عرّفت function اسمها الcheckered similarity بتاخد 2 documents. طيب الdocument الأولى أنا باحطها جوّه set وباعمل لها split عشان تremove الduplicates. طبعًا الset هي اللي بتremove الduplicates. فأنا say مثلًا أنا عندي دي الdocument الأولى the cat in the hat، ودي الdocument التانية
مثلا الجاكيت similarity method. انا حطيت الدوكيمنت الاولى جوه ست وعملت لها سبليت وحطيتها جوه ست عشان تريموف الدوبليكيت. say ان دي الدوكيمنت الاولى the cat in the hat، ودي الدوكيمنت الثانيه a cat is on the mat. الانترسكشن بينهم هيكون عباره عن ست بالشكل ده وكات، واليونيون هيكون عباره عن ست بالشكل ده. انا عارف ان انا حاططهم في سكوير براكتس بس اعتبروها ست، يعني دي بس عشان التوضيح. طيب انا بجيب اللينث بتاع الست اوف انترسكشن وبجيب اللينث بتاع الست اليونيون، ودي الفورمولا عباره ان انا برجع اللينث بتاع الانترسكشن على اللينث بتاع اليونيون، وانا هنا عطيت له تو دوكيومنتس او تو باراجراف وجاب السيميلاريتي ما بينهم طلعت بالشكل ده. طيب تمام، تعالوا مع بعض نجرب الكوزاين سيميلاريتي. انا بدخله تو دوكيومنتس، طبعا بعبر عن كل دوكيومنت باستخدام فيكتور ريبريزنتيشن. انا استخدمت الكاونت فيكتورايزر وحطيتها جوه اري فيكتور طبعا. اوكي طيب تعالوا مع بعض نشوف الفورمولا. انا جبت الدوت برودكت وجبت النورم بتاعت كل فيكتور، وبعد كده رجعت الدوت برودكت على حاصل ضرب النورم بتاع دوكيومنت واحد في النورم بتاع دوكيومنت اتنين. باستخدام نفس التو دوكيومنتس جاب لي ان السيميلاريتي ما بينهم عبارة عن 50% which is fair. استخدمت الدايس كوفيشنت، برضو حطيتهم في ست عشان تريموف الدوبليكيتس، وجبت اللينس بتاع الانترسكشن ست، والدايس كوفيشنت حطيت له الفورمولا بتاعتها ورجع لي الدايس كوفيشنت باستخدام نفس التو دوكيومنتس جاب لي ان السيميلاريتي ما بينهم 0.36. طيب الوورد امبيدنجز انا دخلت له دوكيومنت وورد فيكتورز، عملت سبليت للدوكيومنت وبعد كده رجع لي، فضلت الوب على كل وورد من الووردز، بعد كده بعبر عنها بفيكتور، وبعد كده رجع لي كل دوكيومنت عباره عن فيكتور. ده عباره عن فيكتور، وكات عباره عن فيكتور، وهات عباره عن فيكتور. ان شاء الله هنشرح دي بالتفصيل بس قدام، وهنعرف بالظبط عمل كده ازاي وجابها منين. فدي كانت بالنسبه لي الوورد فيكتورز، او كل وورد بتعبر عنها بفيكتور. و عملت انا فيكتور A او فيكتور بيعبر عن دوكيومنت A وفيكتور بيعبر عن دوكيومنت B، واستخدمت الكوزاين سيميلاريتي عشان ان انا اقدر اجيب السيميلاريتي ما بينهم، ورجع لي ان السيميلاريتي بواحد. وده طبعا خطأ، لان السيميلاريتي هنا مش الجملتين مش ايدنتيكال، بس ده العيب اللي فيه ان انا اللي عامله، يعني انا عامله فروم سكراتش، وان هو وارد جدا ان الوورد امبيدنجز دي اللي انا عاملها تكون خطأ. ممكن نستخدم الوورد امبيدنجز بتاعت بري تريند مودلز زي بيرت مثلا او جي بي تي، وهتظبط معانا اكتر من كده. طيب التي اف اي دي اف بنفس المعادلات اللي احنا قلناها في تي اف اي دي اف، عبر عن كل دوكيومنت بفيكتور، وجاب التي اف اي دي اف للفيكتور ريبريزنتيشن لدوكيومنت 1، وتي اف اي دي اف فيكتور ريبريزنتيشن لدوكيومنت بي، فطلعت بالشكل ده. وبعد كده ضربهم في بعض عشان اقدر ان انا اجيب السيميلاريتي ما بينهم، وطلعت السيميلاريتي ما بينهم 0.94. باستخدام فاكرين لما احنا عملت الوورد امبيدنجز هنا وطلعت السيميلاريتي ما بينهم بواحد. طيب تعالوا مع بعض كده نستخدم بري تريند موديل اللي هو
BERT. أنا عملت هنا base document اللي أنا هاقارن عليها، وعملت هنا list of documents document 1 وdocument 2 وتعالوا نعمل function كده تmeasure الsimilarity ما بين الdocument الأولى والbase document والdocument التانية اللي أنا مكريتها أي حاجة والbase document. طيب باستخدام الBERT base NLI mean tokens ده هيرجع لي word embeddings لكل document، فأنا عملت tokenize لكل base وعملت encode للsentences أو الجمل في كل document، وجبت المين بتاع الbase embedding sentences اللي هي خارجة من الانكود بتاع البيرت موديل، وعملت لوب على كل دوكيمنت من الدوكيومنتس، قارنتها بالبيز دوكيمنت، وبعد كده قلت له رجع لي الموست سيميلر وقول لي الاندكس بتاعها. فعملت البروسيس بيرت سيميلاريتي دي الفانكشن اللي انا عاملها، عملت لها ابلاي على البيز دوكيمنت والدوكيومنتس دي، فقال لي making vector at index 0 the most similar document by BERT within the score هي دي most relevant document، ودي السيميلاريتي بتاعتها اللي هي 0.77. ده دي السيشن باختصار. اتمنى ان شاء الله تكونوا استفدتوا بحاجه، وان شاء الله في هنشرح الword embeddings باستفاضة وTF-IDF باستفاضة، وناخد برضو عليهم أمثلة. شكرا.